السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما توفيقي إلا بالله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أنا اشتريت المكنة ديت من بتاع الخردة. تمام. بعد ما اشتريتها بفك الصندوق. تمام. لقيت الملفات بتاعتها محروقة. لقيت ملف الدخل محروق. تمام. اللي هو اللي بيدخل على 220 فولت، لقيته محروق. المهم رحت قفلتها تاني ورحت وديتها للصنايعي بتوع اللي هو بيلف المكن وكده. لقيته بيقول لي هتكلفك 7000 جنيه لف. فبقول له ليه يعني وكده، يعني الموضوع مش كبير، ده هي مخدة ملف واحد بس اللي محروق، او خمس المخدات اللي هم ورا بعضهم الصغيرين دول هو اللي محروق. تمام. قال لي لا والله ده النحاس دوت غالي، وقعد المهم قعد عمل لي يعني كبر الموضوع زاد عن اللازم يعني. المهم، بقول له طب ماشي، هتلف نفس النحاس المسطح اللي فيها دوت ولا هتعمل ايه؟ اللي قال لا، النحاس المسطح اللي هو الماس دوت مش متوفر. طب ايه الحل؟ قال لي سيبها شهر، سيبها التاني. المهم سيبتها له، قعدت شهر عنده فعلا، والتاني كل ما اساله لسه ما جبتوش، لسه ما جبتوش. المهم اخدتها منه. رحت جبت السلك المدور. تمام. سألت، عملت معادلة اولا، وسألت ناس برضو شغالة في الحاجات ديت. تمام. وعملت معادلة ورحت جبت السلك المدور. تمام. قالوا لي هات 2 مللي عادي مفيش مشكلة. رحت اجيب ال 2 مللي، ما لقيتوش متوفر في المنطقة اللي انا فيها، فجبت الملي وتمانية. وبعد ما جبت السلك الملي والتمانية ابتديت ألف فيهم. تمام. ابتديت ألف في المخدات اللي هي المحروقة يعني وكده. فككتها الأول، وبعد ما فككتها يعني باين معاكم في الفيديو اهوت أنا بفكها كلها. تمام. بعد ما فككتها كلها من أول وجديد، ابتديت بقى إيه ألف المخدات. هيظهر برضو معاكم في الفيديو دلوقتي إن شاء الله. ابتديت ألف المخدات كلها، الخمس مخدات ابتديت ألفهم. المخدة الواحدة فيها 21 لفة. تمام. هم عبارة عن خمس مخدات. الخمس مخدات دولت ايه، كل مخدة فيها 21 لفة. 21 في خمسة ب105. المفروض ألف 105 لفة. تمام. اللي هو القديمة. لازم أعملها طبعا نفس القديمة أعملها في الايه في الجديدة إن شاء الله. المهم جبت قالب، عملت قالب صنعته برضه حديد، قالب بإيدي أصنع ألف عليه يعني وكده. هيظهر معاكم برضه في الفيديو وأشرح لكم برضه هتعملوه ازاي لو حد حابب يعمله. ابتديت الف عليه السلك النحاس اللي هو الايه الملي وتمانية دوت. عملت القالب وابتديت الف عليه. لفيت الاربع مخدات، الخمس مخدات. تمام. وان شاء الله هجمعهم بقى باذن الله في الفيديو الجاي باذن الله. وخليكم بقى معايا ان شاء الله في الفيديو دوت، واحنا مع بعضنا كده اشرح لكم انا برضو ايه الحاجه اللي انا بعملها. وانا حاليا بفك بعد ما طلعتها من الصندوق بفكها كلها اهيت. وافك اللي هو الشرايح الصاج اللي قدامها. تمام. وابتدي إيه اتحرك في الفك يعني وكده ان شاء الله. المهم تخلي بالك من الصاج اللي انت بتفكه دوت، بيبقى تعشيق. تخلي بالك وانت بتفكه بترجعه بالظبط في مكانه. يعني ما ينفعش هما الوقت كل مثلا كل مجموعة من دولت 4 شرايح ورا بعضيهم. ما ينفعش تيجي انت تحط شريحتين. تمام. بتقلل المساحة. ولو في أي نسبة هواء ما بين الشرايح دي وبعضها بعد ما تلف المكنة مش هيبقى في مجال مش هتولد مجال مغناطيسي. تمام. بص 4 شرايح ورا بعضيهم اهو. دي المخدة القديمة بقى اللي كانت محروقة. دي كده المخدة القديمة. بص شايطة ازاي. النحاس جوه ده من بره كده كويس، ده النحاس جواه هي لازق في بعضيه، متقطع ولازق في بعضيه. هتبان معاكم لما نفكها الوقت ان شاء الله. انا طبعا لما جيت الفها ما عملتش ان ده طبعا مدور غير المبطط دوت. فلما جيت الفها ما حطيتش الفبر ولا حطيت المسمارين اللي راكبين دولت. انا عزلت بكتان. تمام. هو كده كده السلك الميل وتمانية كان معزول بورنيش جامد يعني. تمام. وعزلتهم انا بكتان. وبعد ما عزلتهم بكتان حطيت ورق ميلر في وسطيهم. تمام. عازل برضو يعني. ده القالب بقى اللي بقول لكم عليه اللي انا لفيت عليه. قطعتين حديد هم ورا. تمام. مثبتهم في قطعة صاج برمانين بلي من فوق، ويد من ورا بس. وقطعتين الخشب اللي انا بلف عليهم دولت. طبعا كل واحد بيجيب على حسب المساحة المخدة المحروقة عنده. بتجيب طبعا المساحة بتاعت السلكة قد ايه. وتجيب ما بين الخشبتين دولت. يعني ما بين الخشبتين مثلا حاطط خشب 4 ملي اللي هلف عليها حاليا السلك دوت. تمام. وخلي بالك وانت بتلف المخدات دولت لازم يكون المخدات كلها في اتجاه واحد.
يعني ما ينفعش المخدة من دول تعكس معاك. لو عكست معاك فاهمني المجال المغناطيسي، الكهرباء مش هتولد مجال مغناطيسي اصلا. تمام، زي ما يكون المغزى بينطحوا في بعض كده، الكهرباء بتخبط في بعضها، مفيش خارج طالع منها اصلا. وطبعا الملف هيسخن، ولو سبته موصل كهرباء يعني في فترة كده صغيرة مثلا 10 دقايق ولا حاجة، الملف ممكن يتحرق. ان انت طبعا موصل كهرباء عكس بعضيها في وسط الملف يعني. وخلي بالك وانت بتلف حاول تلف باحكام. يعني بص انا بشد السلك ازاي على يعني بشد السلك جامد على ايد وانا بلف اللفة. وبحط حتة خشبة من فوق بدب عليها تاني، بخبط على السلك نفسه من فوق. يعني بص كده، الخشبة ديت بدب عليها اساس احكم السلك على بعضيه، ما بخليش فيه فراغ ما بينهم وبين بعض. ان السلك المدور طبعا غير غير المسطح لا مؤاخذة بيناموا على بعضيه. لكن المبطط دوت بيبني فراغات جامدة بينه وبين بعضيه. تشد السلك جامد بإحكام وانت بتلف. وخلي بالك ما تخليش برضو عدد يعني ما تخليش عدد اللفة ديت مثلا بتاع المخدة دي أكبر من اللي قبليها، أو العكس. يعني لا أكبر ولا أصغر، نفس العدد بالظبط. عشان حمل الكهرباء ما يبقاش محمل في مكان واحد، أو محمل في قطعة واحدة، والقطعة الواحدة تبقى ضعيفة وكده يعني. بعد كده بقى فيس بلاستيك تربطها تمام ما بين الفتحات اللي أنا مفتحها دي، تفتح زيها كده وتربطها بفيس بلاستيك أو بشريط كتان أي حاجة، بس الأفضل خليك فيها فيس بلاستيك. وبعد ما تخلص لف خالص شيل القفيس ده من مكانه خلاص، مفيش مشكلة، مش هيضر يعني مفيهوش ضرر يعني. بس يا ريت تشيله عشان لو حصلت منك وسخنت ولا حاجة تمام برضو ايه، مفيش حاجة بلاستيك تسيح ولا تعمل مشكلة في الملف. هي كده يعني السلك الملي والتمانية دوت معزول أصلا ورنيش واصله لك. يعني السلك ده جاي معزول عزل نضيف يعني. السلك الملي وتمانية دوت نحاس أحمر كويس يعني. تمام. بس أنا برضو جيت بصراحة رحت عزلته تاني كتان اللي هو اللي هيبان قدامك في الفيديو دلوقتي. بص المخدة ظاهرة ازاي معاك مرصوصة كلها فوق بعضيها، لان طبعا زي ما بقولك بشد باحكام وانا بلف. والكتان بيحكمها اكتر. يعني الكتان لما بلف عليها بيحكم اكتر. يعني بص على المخدات اللي وراها كده هتلاقيها محكومة جامد، وهو هيبان معاك في الصورة برضو دلوقتي او في الفيديو دلوقتي المخدة وانا بلفها. المساحة طبعا بتاع المخدة انها صغيرة 4 ملي فاهمني، برضو عايزة يعني ايدك تحكم جامد وانت بتلف، ما بقاش فيها فراغ كده ولا كده، ولا مثلا لا مؤاخذة تنفخ منك شمال ويمين. عشان خاطر طبعا مش تقفل معاك القلب الحادي على بعضيه. الإفزان ده انا بربطها عشان تحكم جامد من الاتجاهات كلها، ما يبقاش فيه فراغ. اهو شريط الكتان دوت تجيبه تلف بيه بقى تاني. يعني بعد ما تعزل ما تلف قصد المخدة كده تعزل تاني. ده امان مش ضرر يعني. هو ممكن يزود معاك المساحة سنة، بس معلش مش هيكمل كله على بعضيه 2 ملي ولا 2 ملي في النهاية. بس المهم برضو انت ما تكومش الكتان ده فوق بعضيه، الشريط تخليه مكوم فوق بعضيه. يعني بص كده برص ورا بعضيه كده، واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية. تمام. وكده كده برضو بتعزل تاني ما بينهم بورق. يعني انا عن نفسي عزلت بورق ميلر تمام ما بين كل مخدة والتانية، حاطط ورقتين ميلر واحدة عكس بعضها. نقدم شوية.
وبكده خلاص قربنا نخلص لف الكتان بتاع المخدة ايه رقم 4. بقينا كده ان شاء الله المخدة رقم 5. خلي بالك لو حابب مثلا الامبير عندك تعليه او تعمل مساحة اعلى في الامبير تخليه يعلى معاك، يعني لو ما عندكش المكنة مثلا فيها فتيل ولا حاجة، تيجي ما بين المخدة رقم 5 وتطلع خارج، تطلع خارج مثلا بعد رقم تلف مثلا 8 9 لفات وتروح مطلع خارج، خارج تاني تعمل له عروة كده وتفهمني، تروح تاني هيبان معاك في الفيديو انا عامله عامة. تمام. وطبعا مش لازم يكون رقم 5 عندك المخدة رقم 5، ممكن يكون عندك انت المخدة كلها قطعة واحدة، فاهمني؟ او ممكن تكون مخدتين ورا بعض، مش لازم يكونوا 5 مخدات. انا بس بشرح على اللي معايا انا حاليا، بس برضو ممكن تعملها على المخدات اللي معاك، المخدتين مخدة واحدة. تيجي في نهاية المخدة قبل مثلا 20 لفة ولا حاجة، 10 لفات 15 لفة، وتطلع خارج، تعمل له عروة كده فاهمني، وتتنيه وتطلع بيه لبره. هيبان معاك في الفيديو وانا بعمله دلوقتي، وترجع بيه تاني وترجع تكمل لف عليه زي ما انت مكمل. خدت وقت جامد على فكرة وانا بلفها والله، مش سهلة يعني. هي سهلة بس للي فاهمها واللي واخد عليها، لكن مثلا كواحد معلش انا مش متمرس فيها، بس يعني ايه، بحب اعمل الحاجات ديت بايدي يعني. انا كده بحاول الف جامد عند الطرف اللي هو نهاية المخدة، عشان خاطر لما اجي الف المخدة التانية تمام ما يبقاش يعني السلك يتسحب معايا او يتحرك معايا شمال ويمين، يعور السلك اللي تحتيه او يتجرح هو، فاهمني؟ يلطش في بعضيه بعد كده. فبحاول اربط ربطة جامدة، يعني انت لو كيس هتلاقيني بربط حبة، لفيت كذا لفة جوه وبره السلك نفسه. كده بقى نبتدي ان شاء الله نلف المخدة رقم 5. انا طبعا بعدها جوه القالب كده عشان خاطر اللفة يبقى اتجاه واحد، ما اجيش احطها بره، عشان لو حطيتها بره هتعكس معاك اللفة، يعني اصلا ممكن تيجي تعملها تعكس معاك. فانت تخليها جوه كده على اساس اللفة بتبقى قدامها، المخدة ديت قدام ديت قدام ديت، بتلف اتجاه واحد كله. وتجميعة القالب زي ما قلت لك من شوية كده، بتحط الخشبة الأولانية اللي هي بفتحها من الجنبين ديت، وبعد كده تحط الخشبة اللي هي ال4 مللي اللي أنا بلف عليها 4 مللي، طبعا على حسب المساحة اللي أنت تشتغل عليها أو حسب السلك اللي أنت هتلف عليه. تمام كده أنا لفيت، بص في يعني لو خدت بالك كده أنا لفيت 8 لفات. بعد ما لفيت ال8 لفات خرجت اهوت، خرجت بالسلك بره اهوت، العروة اللي بقول لحضرتك عليها. تمام هرجع بيها تاني الوقت، هتني السلك اهوت وهرجع بيه تاني ايه، وهربط ربطة جامدة طبعا عشان دوت ما ينفعش يلمس في اي حاجة مثلا، يحك كده ولا كده هيتجرح بعد كده، يروح ايه لطش في المكنة، لطش في المخدة. ده كده انا عملت عروة اهيت متنية من النص اهيت، ورجعت بيها تاني. حاليا هربطهم في بعض وبعد كده اربطهم في المخدة نفسها على اساس ايه، ما تتحركش بعد كده من مكانها وانا بلف او اي حاجة، او هي تتسحب من مكانها وانا شغال بعد كده. الشريط كان طويل شوية فبلف عشان ما يعطلنيش يعني ويمسك في ايديا وكده. بس وبعد كده تبتدي تكمل لف تاني. انا طبعا كان عندي 21 لفة، فلفيت 8 تمام، وبعد كده لفيت 13 تاني. حاول بقدر الامكان تلف السلك باحكام جامد عشان ما يبقاش في فراغ بينه وبين التاني، لأن زي ما بقولك المدور غير المسطح او المبطط ده. المدور بيبني فراغات، لان ده حاجة مدورة، زي ما تكون بتحط 3 4 مواسير فوق بعضيهم، وتيجي تبص على الفراغ من الجناب هتلاقي في فراغات جامدة ما بينهم، كذلك في السلك دوت برضه. بس وهتكمل بعد كده بعزل الكتان.
بعد ما تخرجها من العلبة تكمل بعزل الكتان زي كده، نفس اللي عملناه في الأول. ولو خدت بالك في مكرونة أنا حاططها في النص هناك اهيت قدام. تمام، ممكن ديت لو السلك طلع قصير معاك، يعني أنا السلك مثلا جه لحد ديت وأثر معايا، فجيت وصلته في بعضيه تمام توصيلة جامدة، ربطته ربطة جامدة، وبعد كده لحمته بقصدير، وبعد كده حطيت عليه ورنيش، وبعد كده عزلته بمكرونة تاني. تمام. كذلك الوضع برضو لو انت مثلا عملت معاك نفس المشكلة وطلعت السلك قصير ولا حاجة وحبيت توصله، هتعمل نفس الأوضاع اللي بقول لحضرتك عليها دي. حاول بقدر الإمكان وانت بتلف الكتان شد جامد عشان يقفل معاك الفراغات اللي هي مبنية، يعني انت لو خدت بالك بص الفراغ عامل ازاي ما بين السلك وبعضيه، بس انا برضو بالكتان بشده جامد يعني. فانت كذلك الوضع، حاول وانت بتلف المخدة شد الكتان، شد السلك اولا جامد وانت بتلف، وشد الكتان برضو بعدها جامد اوي وانت بتلف. هنا بقى تربط الكتان، تلف حوالين السلك نفسه اللي هو الدخل بتاع المخدة التانية الأولانية اللي قبلها، والخارج وانت اللي بتخرجه مثلا زي العروة كده، زي الخارج اللي هو نهاية المخدة. تلف الكتان جامد حواليهم شمال ويمين جميع الاتجاهات، وتربط ربطة جامدة قوي. فاهم ان انا زي ما بقول حاجة، انت يعني كتجربة ما تجربش وانت حاطط ورنيش، انت جرب بعد ما تخلص كده خالص، جرب مكانتك وشوف المكنة هتعمل معاك ايه. اصل الورنيش لو حطيته معلش وجيت تفك تاني صعب اوي، الورنيش يعني مستحيل انك تطلع السلك سليم تاني من مكانه اصلا، هتلاقي الورنيش بتاع العزل اللي موجود على السلك اصلا اتاكل، هتلاقي الكتان ده هتيجي تفكه وبعدين مش هيرضى يتفك، هتضطر تقطعه بحاجة تجرح السلك تاني. فنصيحتي هتجرب مكنة اللحام بتاعتك، فاهمني، بعد ما تخلص على طول، فاهمني، حتى لو هتلحم سلكاية واحدة هتلحم نص سلكة، فاهمني، تشوف المكنة اللحام بتاعتك هتعمل ايه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول، وانتظرونا إن شاء الله في الجزء التاني. ما تنسوناش بقى في لايك وشير واشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ويوصلكم إن شاء الله الجزء الجديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.